السلام عليكم، اهلا بالجميع. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال، وان يجعلنا واياكم من عتقائه من النيران في هذا الشهر المبارك يا رب يا كريم. اليوم غادي نحضر معكم ليكيش، ما غنقول لكمش كيجيو روعه، غادي نقول لكم حضروهم في ديوركم لانه والله حتى كيستحق التجربه. غنبداو الوصفه. ان شاء الله عندي هنا 2 بصلات ونص، عندي كذلك تيولد خويا ما بغاش خليني نورطي. عندي كذلك هنا فلفله متوسطه وفلفله حمراء، نص فلفله حمراء كما كتشوفوا، بصله ونص وفلفله متوسطه خضراء ونص فلفله حمراء. هادو مكونات يعني غادي يكفيون المقادير اللي انا خديت في هاد الكيش كاملين. صافي غادي نقطع الفلافل ديالي والبصله طرونش كما كتشوفوا، وغنوضعهم في المقلاة، وغنضيف عليهم قليل من الملح والابزار على حسب الذوق. صافي، وغادي نضيف كذلك واحد 4 كاس زيت المائده، ونحطهم على نار مهيله ونشحرهم. وفي هذا الاثناء غادي ندوزو للمرحله الثانيه. هنا عندي 2 بطاطات اللي قشرتهم من قبل، غادي نحكهم في الحكاكه اللي عندها العوينات كبار بشكل طولي حتى كنسالي دوك 2 بطاطات كاملين. البطاطا كتعطيه واحد الطعم رائع. صافي، هنا كنضيف البطاطا اللي حكيت على المكونات اللي قبل، وكنزيد نشحرهم كاملين. المهم ما كنشحروهمش بزاف، كياخدوا شويه الطياب حيت كيكملوا الطياب في الفران. صافي، كنبقى نخلط حتى كتنزل لي ديك البطاطا والمكونات اخرين كما كتشوفوا. هنا غادي نضيف لهم واحد العلبه ديال الطون، كذلك واحد 3 المعالق ديال الزيتون مقطع، والفرماج مكعبات. هنا 3 الفرماجات 4 على حسب المتوفر. وصافي، وواحد راس معلقه ديال الهريسه على حسب الذوق. صافي، وكنخلطوا المكونات ديالنا مزيان. الصراحه واحد الحشوه كتجي كتحمق مع داك الطعم ديال البطاطا والمكونات كاملين، كيعطيو واحد المذاق لا يقاوم. المهم هنا عندي هاد الليمون اللي غادي نكون دهنتهم بالزيت ورشيتهم بالدقيق. هاد المرحله ضروري منها باش ما كيلصقوا لكمش ليكيش. صافي، غندوزو للمرحله الاخيره اللي هي كاس ونص من الحليب اولا 2 كيسان ديال الحليب، 2 بيضات، كذلك قليل من الملح والابزار حسب الذوق، وكنضيفوا واحد نص شيه ديال الخميره ديال الحلوه، نص شيه اولا نص معلقه صغيره، وغنضيف لهم كاس ديال الطحين ممسوح كما غتشوفوا عندي هنا في الفيديو. الا درنا 2 كيسان ديال الحليب غادي نديرو كاس عامر مزيان ديال الطحين، وإلا درنا كاس ونص غادي نديرو كاس ممسوح. غنضيف الطحين وغادي نخلط المقادير ديالي مزيان، نضربهم بالطراب مزيان حتى كيجي واحد السائل اللي صالح للعمل، وغادي نحطو جانبا. نعاود نذكركم بالنسبه لهذا الخليط ما كيجيش ثقيل وما كيجيش خفيف، يعني كيجي بين وبين. صافي، غادي ندوزو دابا باش نحضروا ليكيش ديالنا. غادي نعمر هاد ليمون بالحشوه، يعني واخا يعمروا مزيان ما عندناش مشكل، تبقى لنا غير ديك النسبه اللي غنحطوا فيها السائل. صافي، ما كيتنفخوش بزاف باش تخافوا منهم. المهم غير حاولوا تعمروهم مزيان باش كيجيو زوينين. هنا خرجت لي 12 قطعه حتى 13 قطعه. هاد المقادير يعني هاد المكونات اللي حطيت انا بالضبط، وممكن تضعفوا المقادير. بالنسبه اللي ما عندهمش ليمون الصغار ممكن يديروا مول كبير. وصافي، غنحاول نوزع الحشوه مزيان باش كيجيوني مقادين، وغادي نفرغ عليهم الخليط اللي وجدت من قبل. هنا غادي نكونوا سخنا الفران من قبل، غادي نحطهم الفوق حتى كيطيبوا، حتى كنحسوا بالجوانب ديالهم بداو كيتحمروا
اولا تحمروا كليا عاد كنزلوهم باش يتحمروا لنا من الفوق. هنا كنضمنوا على انهم طابوا من التحت. صافي غادي نخرجوا لي كيش ديالنا من الفران وغنخليوهم حتى كيبردوا، عاد كنديموليوهم وكنقدموهم بالصحه والراحه. نتمنى ان الفيديو اعجبكم وما تنسونيش من جميل دعواتكم، ونضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله.